السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة في قناة نجمة ريسيب. الوصفة اللي راح نشاركها معاكم اليوم هي هذه ميني كيك اللي يجوا بزاف هايلين كما راكم تشوفوا فيهم شكلا ومذاقا. الوصفة هذه راح تكون ميلونج بين جوز الهند والليمون، هذا المزيج اللي بزاف ناس يحبوه. بلا ما نطول عليكم نروحوا للوصفة اللي راح نحتاج فيها 2 حبات بيض. البيض اللي هنا من الأحسن يكون شوية كبير ويكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني تكونوا جبدتوه من قبل من الفريجيدار. ندير معاهم قرصة ملح ونزيد عليهم نص كاس سكر. الكاس اللي عبرت به كامل تعرفوه، هذاك تاع الزجاج اللي الأغلبية عندنا منه. بالباتور نطلع البيض والسكر مليح، كي نشوف الخليط ولا الحجم تاعو مضاعف ولات لاكولور تاعو بيضة نزيد عليه ربع كاس زيت ونكمل نخلط بالباتور. بعد ما نخلط هذيك الزيت مليح وما توليش كامل تبان، نزيد 2 مغارف كبار نوات كوكو. لهنا نوات كوكو درتها كيما شريطات، لا حبيتو تحمصوها تقدروا تحمصوها. درت معاها مغرف صغيره لافاني ومغرف صغيره خميره الحلويات ومغرف تاع مبشور الليمون. كملت خلطتهم حتى هما بالباتور، ومن بعد نحيت الباتور خلاص ما راحش نزيد نخدم به. بقى لي غير كاس تاع فارينه اللي راح نزيدو. الفارينه لازم تكونوا غربلتوها باسكو راح ندخلوها بسباتول باش ما ديرلناش هذوك الحبيبات في لاباط. ندخلوها بسباتول بالطريقه تاع الجينواز من تحت للفوق حتى تولي كامل ما تبانش، باسكو لو كان تخلطوا كيما نديرو بالفوي هذاك البيض راح يهبط، راح يجوكم لي ميني كيك تاعكم خفاف. هذو هما ليمون اللي راح نستعملهم، يجو تاع حديد وتجي فيهم هذيك الحفره صغيره من تحت. لهنا ما كنتش عارفه شحال هذه الكميه راح تخرج لي بالضبط، سما ما دهنتهمش كامل، قلت حتى نعمر ونشوف شحال يخصني. مره نستعملهم في لي ميني كيك مولفه هذو ليمون نخدم بهم غير الطلبيات تاع القطايف، سما ما على باليش الا يلصقوا ولا لا. على هذه اللي دهنتهم بالزبده وزدت عليها شويه فارينه هكا باش نضمن بلي ما يلصقوليش. عمرتهم كامل بهذه الطريقة وراني نعمر فيهم غير للنص ماشي 3/4 كيما درنا هذيك الخطرة في المادلان. مانيش حابتهم يجوني بومبي من الفوق كيما يجي المادلان، على بها ما لازمش يفوتوا الحد تاع المول كي يخمروا. هذو هما بعد ما طيبتهم على 180 درجة والحجم تاعهم ما يجوش كبار بزاف وماشي صغار بزاف. وشوفوا الحبة راني كي نعبزها كيفاش تهبط وتعاود تطلع وحدها، يعني راهم ناجحين وراهم بزاف خفاف. خليتهم يبردوا شوية وراح نبدا نزين فيهم بنوات كوكو كيما شفتوا في اول الفيديو الشكل تاعهم. جبت لاجولي راح نمسح الحبة كامل ومن بعد نبدا نغطس فيها في نوات كوكو باش تلصق لي. ما كانش لاجولي متوفرة عندكم تقدروا ديروا المعجون. تكمل الحبات بنفس الطريقة. وفي المرحلة الاخرى تاع التزيين للاسف التليفون ما كانش يصور وما انتبهتلوش، معليش نقول لكم غير هكا واش درت فيهم من الفوق وباش عمرتهم، ماهيش حاجة واعرة. النص الاول اللي فيهم كريمه صفرة بصح فاتحه شويه هي كرانشي الليمون اللي تنتباع واجده عند لوازم الحلويات. وبالنسبه للنوع الثاني كنت درت لاجولي اللي زدت لها لاباطاغوم سيترون اللي حتى هي تنباع واجده. في 2 انواع راح يجوكم بنان، الفرق بيناتهم هو في السعر. اذا بالكم لاجولي بزاف رخيصه على الكرانشي الليمون اللي لاباز تاعها هي الشوكولا. هكا نكونوا كملنا الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. قبل ما تروحوا متنساوش تخلوا لي جيم وناوني في وصفه جديده ان شاء الله.